السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمدا عليه أفضل الصلاة والسلام. نصلي على النبي ونبدأ بادئا ببدء موضوع الأكثر أهمية. كثير من السيدات سبحان الله اللهم المستعان يقولوا باللي ما عرفوش لم يتقن أسلوب ولا طرق التصبير الحراري، بمعنى هذا النوع اللي رحنا ماشي نقدموه مع بعض وإن شاء الله تنجحوا كامل في طريقة تصبير الجزر الأكثر سهولة. ربما أعتقد أنه سهل وبسيط وما فيش كثير من التعقيدات ولا تعقيدات عفوا، فقط هناك بعض الشروط لازم تأخذيها بعين الاعتبار. ركزوا معي يا بنات، أحيانا هناك أشياء ما تسمى بالسهل الممتنع، أشياء سهلة ولكن فيها بعض التعقيدات البسيطة اللي لو كان نفهموها جيدا المشاكل كلها تنحل. على سبيل المثال مثلا في التصبير كاين بزاف أخوات ما ينجحوش في طريقة التصبير وتقولي قراص معايا يتبدل المذاق يتبدل اللون. اليوم إن شاء الله نحاول نشرح جيدا على مستوى مبسط وعلى جميع الجوانب. أول حاجة نقوم بها هناك خطوات بسيطة. أول الخطوات هي تعقيم البرطمانات أو تعقيم البلارات لبوكو تاعنا، وهناك طريقتين: نغلوهم في الماء المغلى على درجة حرارة مع إضافة قطرات من الخل، ولا تضعهم السيدة في فرن لمدة 10 دقائق لا أكثر. هكذا تتم عملية التعقيم للبرطمانات أو البلارات نتاعنا. هذه أول خطوة. ثاني خطوة غسل الخضار بطريقة جيدة والتخلص من الشوائب والأتربة. ويا حبذا لو كان نستغنوا تماما عن استعمال مادة الكلور ولا ماء جافيل ونستبدلوها بكربونات الصودا وقطرات من الخل الأبيض الطبيعي، سيكون الأمر أكثر سلامة. نقوم بتقشير الخضرة تاعنا اللي هي الجزر، نقشرها. وأما عملية التقطيع فتبقى مسألة ذوق وتختلف من سيدة إلى أخرى. وهنا ما ننسوش أن حجم القطعة يتحكم في مدة التصبير. على سبيل المثال لكنا قطعنا الجزر شرائح صغيرة وبسمك أقل لا يتطلب الأمر منا أكثر من 25 دقيقة في مدة الطهي أو التصبير الحراري. أما إذا كانت حبة الجزر ولا الحبيبة تاع لي كاروت نتاعنا حبة الجزر كبيرة أو قطعة الجزر كبيرة فيتطلب الوقت 30 دقيقة في التصبير الحراري. والجزر يا حبذا لو كان أيضا نقوم بعملية تصبيره ولا تعليبه بطريقة التعليب الحراري، معناتها نطيبوا البلارات نتاعنا في طنجرة ضغط، ستنجح العملية بإحكام. وهكذا نتفادى كل المشاكل اللي تواجهنا خلال عملية التعليب الحراري أو التصبير. فهمتوني بنات؟ أول خطوة نرصوا الخضرة نتاعنا اللي هي الجزر في البرطمانات اللي سبقنا وعقمناها مسبقا ولا سبق لنا أن قمنا بتعقيمها. الآن نظفنا الخضر تاعنا، قشرناها، ملأنا البلارات نتاعنا، استعملنا الماء المغلي مسبقا، كنت غليته وتركته حتى يفتر. انت بإمكانك استعمال ماء مغلي مباشرة، بإمكانك ذلك. أنا فقط اخترت باش الماء تاعي يكون فاتر بعض الشيء فقط. استعملت هنا قليل من الملح، وأيضا تبقى مسألة اختيار. ممكن نضيفي قليل من السكر، أنا أكتفي بسكر ولا حلاوة ولا مذاق الطبيعي للجزر، لأن الجزر سبحان الله لله الحمد والشكر والمنة. الجزر هذا تاع الموسم تاعه غني بالنكهة وباللون الزاهي الجميل البرتقالي،
وحلو المذاق، لا يستدعي مني الأمر لإضافة سكر مكرر أبيض، أكتفي بحلاوته الطبيعية. فقط إضافة رشة من الملح دون خل. بنات، لا نستعمل الخل نهائي في هذه الوصفة، أقصد في التصبير أو التعليب الحراري، لأن الجزر هذا رحنا إن شاء الله نستعملوه في الأطباق. كي السيدة توجد الأطباق نتاعها للخضروات، تهيئ اللحم كامل، بعد ذلك في آخر مرحلة تضيف الجزر، يكاد يكون كما نقولوا دومي كويسون، راه قاضي نص الطهي. نقوم بغلق الغلاف المعدني بطريقة عادية باليد دون المبالغة في الضغط، هذا مكان. ونحاول أيضا هنايا كخطوة مهمة نعقموا حواف البرطمانات أو البلارات ولا لي بوكو تاعنا بطريف تاع سوبالان ولا طريشينة نقية نظيفة بخل أبيض عادي تاع الكحول لتفادي تراكمات التعفنية ولا تراكم الفطريات والبكتيريا على حواف البلارة. نتمنى كان الشرح مبسط ومفهوم بنات. في هذه المرحلة بعد غلق البلارات ولا البرطمانات تقوم السيدة برص البرطمانات مرة ثانية في طنجرة ضغط، يا حبذا لو كانت تكون ضغط، لأن الجزر يتطلب مدة حرارية ولا مدة طهي تفوق الخضروات الطرية الأخرى. الجزر كما نعلم النوع نتاعه الجذريات ينتمي إلى نوع الجذريات من الخضار كالبطاطا والدرانيات الأخرى، إذن هو قاسي بعض الشيء ويتطلب مدة أطول لتكتمل عملية التعليب الحراري وتنجح معنا، باش السيدة بعد ذلك ما تفشلش وتواجه مشاكل في التعليب. إذن استعملي طنجرة ضغط عادية، فرشي طريشينة داخل الطنجرة لتفادي انفجار البلارات، وقومي بإضافة بعض قطرات الخل، وقومي بعملية التعليب عادي جدا لمدة 25 دقيقة. بعد ذلك اتركي الطنجرة حتى تبرد وتتخلص من البخار الزائد مجملا، دعيها في حرارة غرفة بيتك ولا غرفة حرارة المطبخ عفوا. بعد ذلك ما تمسيش البلارات حتى تبرد. قومي برص البلارات بطريقة القلب فوق منشفة بعيدا عن التيارات الهوائية باش تنجح معاك عملية التصبير. هنا سأشير لنقطة مهمة في نجاح عملية التعليب الحراري، معناتها التصبير تاعنا داخل البرطمانات. نتفادى جيدا التيارات الهوائية، يعني كي نقوموا بعملية التصبير في الطنجرة بعد لي تبرد البرطمانات نتاعنا ولا لي بوكو تاعنا نرصوهم فوق منشفة بعيدا عن النوافذ مثلا. علاش؟ لأن التيارات هذيك الهوائية تصدر اختلالات تفسد عملية الضغط والإحكام الجيد للغلاف المعدني. نتمنى كنتوا فهمتوني بنات. أحيانا تضطر السيدة لتعزيز عملية التعليب الحراري بتغطية البلارات، وأنا شخصيا أقوم بهذا الشيء خاصة في الشتوية، في موسم الشتوي عندما أقوم بعمليات التصبير نعزز عملية التصبير بعد عملية الانتهاء من التصبير نقلب البلارات فوق منشفة، ونقوم أيضا بتغطية البرطمانات أيضا بمنشفة أخرى باش نتفادى التيارات الهوائية ونحافظ على البلارات نتاعي. أتمنى كنتوا فهمتوني. أما هنا فأشرت إشارة بسيطة كيفاش تستعمل سيدة ربما تتفنن في إضفاء بعض الأشكال الفنية الجميلة، مثلا كان تشكيل زهرات عن طريق شرائح الجزر لاستعمالاتها في السلطات أو أطباق تروق ذلك أعين الأطفال. الأطفال كما نعلمنا كامل يحبوا الأشياء الجميلة مثل هذه.
هنا أعطيتكم فكرة بسيطة. الحبيبة تاع الجزر، اللي كانت عندك حبيبة كبيرة، قومي بتشكيلها على هذا الشكل ولا نحتها بهذه الطريقة، ستحصلين على زهرات كثيرة في ظرف وجيز. أيضا إشارة مهمة، يمكننا استغلال قشور الخضروات لتقومن به السيدة في خلال التخزين باستعمال ولا صناعة الأسمدة، خاصة اللواتي يمتلكن البساتين ولا مساحات من التربة خارج المنزل. يمكنك صناعة ولا تحضير أسمدة عضوية طبيعية تصلح كسماد للأزهار ولا الأشجار المثمرة إلى غير ذلك، للإفادة والاستفادة. كل حاجة خلقها الله تعالى إلا وفيها منفعة، سبحان الله، نستنفعوا ونفيدوا أيضا الطبيعة. إشارة بسيطة، نتمنى إن شاء الله الموضوع كان مفصلا ومجملا بطريقة مبسطة، إن شاء الله إلى استعمالات عديدة ورائعة للجزر. يمكننا أيضا استغلاله في العصائر الطبيعية المنعشة، خاصة وإحنا على مقربة من موسم الصيفي. نحتاج كثيرا لأنواع هذه الأنواع من العصائر والتهيئات هذه أو التحضيرات لتمكننا من تحضيرات باردة كالمثلجات ولا حتى العصائر المنعشة والكوكتيلات، لما لا، بإضافة لها فواكه ونكهات أخرى. نقسمكم سر جميل أيضا في تحصيل ولا الحصول على كميات وفيرة من كوكتيلات الفواكه المنعشة بإضافة مركز الجزر. إلى ذلكم الحين ابقوا أوفياء، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في أمان الله تعالى، بسلامة.